صغيره 3 كيلو 3 كيلو علشان يروحوا اقرب مدرسه لنا في البنوات او اقرب معهد. عندك ارض فاضي؟ عندي ارض فاضيه اقرب، عندنا اراضي كل وعندنا استعداد نوفر الارض للسوق. وفر الارض. لا موجوده هناك في الارض. دي تبرع من القوات المسلحه بتعمل عايزه ارض للفلاحين، تعمل من A to Z كل الخدمات، حضانه، مدرسه ابتدائي، ثانوي، مستشفى، كل اللي انتوا عايزينه بس جيبوا ارض. كانت منشيه كومبارا، انت عارف انا عشان فلاحين بنتخصص كلهم بس هاتوا فلوس وعضلنا. منشيه كومبارا قالوا هاتهم بينا نعمل فيها، قال ما لقناش ولا شرط، فاخدنا الشرقيه بعديها. الدوله دلوقتي بتشتغل على جميع الاتجاهات، على كل حاجه، مش سايبه حاجه وبتتكلم في حاجه، واللي مش هيتعمل النهارده هيتعمل بكره. بس انتم اعملوا اللي عليكم، كل واحد يصلح من نفسه، وهي الدوله عباره عن مين؟ عن نفسي ونفسك ونفس الثاني ونفس الثالث ونفس الرابع. بس لان الدوله ان هي تعمل كل حاجه دي صعبه، ومش هنوصل للهدف اللي احنا عايزين الدوله في 2022 تبقى مش هي الدولة بتاعت 2014. ده اللي انا بقوله، ده كلام رئيس الجمهورية، وفي تكليفات على جميع المستويات والوزارات ان احنا قدامنا مهمة بناء مصر الجديدة، مش كلام جرايد ولا كلام، ده فعلا الشغل على الارض والشغل في التخطيط والشغل بتاع الدكاترة اللي ينزلوا لنا نشتغلوا. عايزة كل واحد فينا يا جماعة يصلح من نفسه.